السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ونلقاكم هذا الفيديو بأتم صحتكم وعافيتكم يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتمنى انه يعني كامل تكونوا يعني تصوموا بصحتكم وعافيتكم، وهذا رمضان يعني هذه الايامات ما يكونوش غال بكم بما انه راهي سخانه. اليوم ان شاء الله اخترت لكم زوج وصفات، وصفه يعني مالحه وحلوه، تحليه بالفراوله اقتصاديه جد اقتصاديه، وثانيك طبق تاع اللوبيا مشطو على طريقتي. فوالا شوفوا لهنا نبداو بالتحليه. اول حاجه كانت عندي 200 غرام تاع الفراز، كنت حكمتها غسلتها نقيتها مزحتها مليح، ومن بعد قطعتها دي بتي كارو كيما راكم تشوفوا، وضفت عليها تقريبا واحد 100 غرام هكاك تاع السكر. سكر عادي طبعا. راح نخليها حتى كي تتعسل. شوفوا لهنا نخلطها جيست غيت يعني هذاك الفراز يبدا يطلق في الماء تاعو، السكر هذاك راح يذوب. هنا راح نضيف عليها باطه تاع الياغورت، هذه اللي راكم تشوفوا فيها جنينه ثاني كذوق الفراوله، ومن بعد راح نخليها تطلق معاها حتى كي نشوف كامل هذاك السكر تاعها. هذا تقدروا تخلوها ساعه ولا يعني توجديها الصباح وتخليها يعني طيب في عفوا تخليها يعني تطلق في غرضها، هذاك السكر يطلق والفراز يطلق. هكا يعني يجيكم هذاك الجو، يجيكم يعني الفراز هذاك طالق الماء تاعو. شوفوا لهنايا خليتها تخدم عفوا خليتها تطلق هذاك السيرو تاعها على جهه. جيت لهنايا درت كاس تاع لا شونتيي ودرت معاها ربع كاس تاع الحليب. اللي ما عندهاش الحليب تقدر دير الماء بارد عادي، درت معاها ماء بارد ولا حليب بارد هكا باه لا شونتيي تاعي تطلع لي، ومن بعد راح نجي نطلعها عادي بالباتور. دوك لهنايا راح نجي نطلعها. كنصيحه البنات، كاين لا شونتيي راهي فيها دي مارك، كاين دي مارك اللي يعني ماهيش صادقه ما تطلعش، وكاين اللي حواني تكون عندهم بيريمي ولا ثاني كيف تلقايها ما تطلعش. دونك من الافضل انه تشري يعني من الاماكن اللي يكون فيهم لا شونتيي تاعهم مليحه ولا لا مارك مليحه. لا مارك مليحه تاع لا شونتيي كاين بلونش ناج وكاين الراسيم، هذو اللي دول يعني اللي حاصيه على لي نون تاعهم، هذو ناجحين وبنان في نفس الوقت. شوفوا لهنايا نخليها حتى كي تطلع مليح. ليسونسيال لا كريم شونتيي تاعي نطلعها بدرجه انه كون نقلب هذاك البول يعني ماهيش رايحه طيح لي لا كريم شونتيي، تجيني يعني ثقيله، تجي شاده روحها. شوفوا كيفاه تجي. تقدروا تعوضوها بلا كريم فريش، طلعوا لا كريم فريش عادي، لكن انا لهنايا فضلت انه نديرها بلا شونتيي لانه ما كانش عندي لا كريم فريش الخاصه بالحلويات، عندي فقط اللي خاصه بالطبخ. لهنايا بعد ما طلق هذاك الفراز الجي تاعو والسكر ذابلنا، راح نضيفو على لا شونتيي ونطلعها كامل بالباتور هكا. يعني الفراز هذاك راح يزيد يعني يزيد يتقطع كي نطلعو هكا بالباتور، وفي نفس الوقت الكريمه تاعي تجيني شاده روحها مليح. فيما يخص لي فيغين اللي راح ندير فيهم هذه الكريمه، كنت شاركت معكم هاد لي فيغين اللي كنت شريتهم مشلف طبعا، شلف سنتر، شريتهم 22 يعني رخاص في نفس الوقت ملاح، الزاج تاعهم اخشين. هذو راح ندير فيهم تحليه تاعي، والتحليه تاعكم تجيكم يعني باينه، يعني الطبقات تاعها يجوا باينين. فوالا لهنايا راح نمسحهم ومن بعد نجي نعمر فيهم هذيك الطبقه تاع الكريمه. لهنا تقدروا ديروا طبقه تاع فراز ومن بعد ديروا طبقه تاع كريمه وطبقه تاع فراز ومن بعد تكملوها بالكريمه، يعني نتوما وشي اللي عندكم. انا واش عندي يعني هذيك هي الكميه تاع الفراز اللي كانت عندي، دونك راح نعمر مباشره بالكريمه هذيك. هذه التحليه تجي بنينه وتجي خفيفه في نفس الوقت، لانه درنا فيها يعني كيما نديروا لا سالاد دو فخوي خلطناها مع الياغورت. اصلا كاين سالاد دو فخوي اللي تكون مع تكون ديجا مخلطه مع الياغورت، وزدت لها لا كريم شونتيي اللي تعطيني هذيك القوام وتعطيني هذيك خفوفيه الديسير تاعي ولا التحليه تاعي. لهنا كما راكم تشوفوا حنعمر كامل هذوك لي فيغين حتى الفوق. تقدروا ديروا قلت لكم طبقه بطبقه، تقدروا ديروا طبقه تاع فراز قبل ما تكملوا تعمروا لي فيغين تاعكم. انا حطيت مباشره كاع واش عندي، دونك ما درت والو، غير الكريمه اللي خدمتها حطيتها مباشره. هنايا فوقها كانت عندي كميه تاع سوبر كريم ذوق الفراوله، راح نزين بها من الفوق. اللي ما عندهاش تقدري ديريها يعني تخدميها في الدار، برك ديري لها يعني شويه تاع الماء وديريها فوق النار، ديري معها الفلون فاني وتخليها طيب. يعني كاين عده طرق تقدروا ديرون في اليوتيوب يعني تلقاهم. هذه بالنسبه للناس اللي ما عندهاش سوبر كريم. انا قلت لكم هذه الكميه كانت عندي. لهنايا راح نزين من الفوق بالحبيبه تاع الفراز، الصوص تاع الفراز. وكنصيحه لاي فراوله ديروها في اي تحليه دائما ديروا لها كميه تاع عفوا كميه تاع لا جولي باش الفاكهه تاعكم اللون تاعها ما يتبدلش
وتبقى لكم هي وفي نفس الوقت تبقى تلمع. فوالا لهنا هذه فيما يخص النصيحه اللي قلت لكم في الفواكه كيفاش تخدموهم ولا كيفاش تحطوهم. نجو دوكا لهنا كما راكم تشوفوا حطيتها تبرد على الاقل هكا ساعه ولا باش تبرد لكم مليح. كي تبرد خلاص تقدري تقدميها لضيافك. صدقوني انه تجي تحليه بزاف بنينه. راه وقت الفراوله تحليه اقتصاديه ما فيهاش مكونات بزاف، برك كميه تاع الشونتيي والكميه تاع الفراوله وانتي درتي يعني تحليه تحمري بها وجهك قدام ضيافك ولا اصحاب العائله ولا اصحاب الدار. فوالا كان هذه التحليه لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا جربتوها طبعا خلوا لي ارائكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو ولا خلوها لي في جروب الفيسبوك نفس اسم القناه ونفس الصوره المصغره للقناه اللي حبت تنضم لينا تنضم لعائلتنا. اللي حبت اي اقتراحات تمدهم لي ولا طلبات ثاني تقدري تخليهم لي ثمك في جروب الفيسبوك. بالنسبه للطبق المالح اللي كنت اقترحته عليكم في نهار اليوم اللي هو لوبيا موشطو، على بالي بلي راهي غاليه لكن كاين الناس اللي راهم مخبينها يعني مخبينها في المجمد. دونك راح نعطيكم طريقه بسيطه كيفاش ديروها وتجيكم بنينه في نفس الوقت. لهنا شوفوا كيما راكم تشوفوا لنا رافقتها مع لي فريت. اول حاجه حكمت الاكياس هذوك تاع يعني تاع الشواء، درت فيهم الفخذ تاع الدجاج، شويه تاع الموطغ، شويه تاع المعدنوس ولا القزبر، مغرفه صغيره تاع يعني تاع الملح، ومغرفه صغيره تاع طماطم مصبره، وراح نضيف عليها التوابل. درت لها كميه قليله تاع بصل مقطع كراوات صغار، ودرت لها شويه تاع الثوم ثاني الثوم كنت رابيتو. لهنا راح ندير لها كامل لي زيبيس. شوفوا درت لها شويه تاع الزنجبيل، شويه تاع الكركم، شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع راس الحانوت. ضفت لها كميه قليله تاع الفلفل العكري، تقدروا ديروا الحار ولا العادي، وكميه قليله تاع القرفه. هنا راح نضيف عليها شويه تاع الزيت وهنا شويه تاع الزعفران، وراح نمرق ثاني كندير فيها شويه تاع ماء ونغلق الساشي تاعي ونخلطها مليح. نخليها هاد لا مارينات يعني ماريناد عفوا تقعد نص ساعه هكا. كنطيبها في الكوشه عادي. بالنسبه للوبيا كنت فورتها وبعد ما فارت درت شويه زبده في المقله، حمصت شويه تاع الثوم ودرت معاها درتها يعني تتحمص مع الزبده، درت عليها شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع القرفه وحطيتها يعني رافقتها مع الدجاج تاعي بعد ما كان طاب. ما عاودش يعني قليته في المقله، خليته كيما راه، نحيته من الساشي مباشره حطيته في طبق تقديم. يعطيكم الصحه ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.